وتبدأ قصتنا عن العالم السفلي وعن سيد الشياطين واللي بنعرف إنه هو حاكم جزيرة إسلا، لكن كل ده بالخوف والتهديد، واللي بيعتبر إنه ملك العالم السفلي كله، واللي بيكون فيه مخلوقات الظلام، وإن ساعتها بيقرر إنه يعلن الحرب على البشر علشان يضم بقية العالم لمملكة الظلام بتاعته. وبيكون فيه 4 جنرالات أقوياء جدا خدموا تحت قيادته، واللي هم إدوار، لوسيفر، وشال، ومالا، واللي بيكونوا هاجموا الجزر الأربعة اللي جنبه وقتلوا البشر اللي فيها وسيطروا عليها. لكن بيظهر شخص بطل مهمته انه يحمي العالم، وهزم هو ورجالته جيش لوسيفر في الغرب، وبدأ يتوجه الجيش على ادوار في الشمال وجيش مالا في الجنوب وهزمهم كلهم. وبعدها بيروح البطل والجيش بتاعه على الجزيرة المركزية، حصروا قصر سيد الظلام، وابتدوا الجنرالات يتقاتلوا مع البشر وسيد الظلام يقاتل البطل، وبقية البشر بيحاولوا ان هم يساعدوا في المهمة دي. لكن سيد الظلام بيكون قوي جدا، وبيجي الخادم بتاعه ويقاتل معاه وبيساعده، وبيعرفوا ان الجيوش البشرية بيهزموهم وهم دلوقتي اقوى منهم. وبيسألوا ساتا بلهجة استغراب جدا ازاي ممكن واحد بس حتى لو كان بطل انه يهاجمنا بالشكل ده. وبيقترح الخادم بتاعه ان هم يتراجعوا دلوقتي ويعيدوا تنظيم قوتهم. وفي اللحظه دي بيهجم البطل على ساتا علشان يقتله، لكن بيقدر ان هو يهرب منه، وبيعرف البشر انه هيرجع تاني واقوى من الاول كمان، وساعتها هيسيطر على القاره دي كلها وهيحط قواعد ليهم كلهم، وبيفتح بوابه زمنيه وبيدخلوا فيها وبينتقلوا لمكان غريب ومش بيكونوا عارفين هم فين. وبيقول ساتا لشال ان هم لازم يدوروا على مكان امن يقعدوا فيه، وبيقول له شال لكن المنطقه دي زحمه بشكل يقلق. لكن اول ما بيبص له بيتفاجئ جدا انه شكله اتغير وبقى شبه البشر، وبيتفاجئ ساتا كمان اول ما بيشوفه، وبيبدا شال انه يستخدم السحر، لكن ساتا بيطلب منه يهدى وما يستخدمش السحر بتاعه عمال على بطال وبشكل مهمل للدرجه دي. ولما جه الشرطي علشان يسالهم بسؤال عادي ويطمن عليهم، فجاه شال اتعصب وبيقول له انت ازاي تتكلم معانا بالطريقه دي؟ انت عايز تموت حالا ولا ايه؟ طبعا الشرطي ما بيكونش فاهم اللغه بتاعتهم، وبيساله لو كان بيعرف يتكلم ياباني، وان شكلهم متبهدل جدا وكانهم طالعين من خناقه. وبيتفاجئ شال ان هو ما فهموش، وبيقول لو ما فهمش لغتنا يبقى اكيد هيكتشف قوتنا العظمى. لكن ساتا بيقاطع تفكيره وبيقول له وفر سحرك لحد ما يكون معانا معلومات اكتر عن العالم ده. وبيبلغ الشرطي عنهم لان شكلهم اسيويين لكن اجانب، وبيطلب من ساتا وشال ان هم يروحوا معاه المحطه. لكن شال بيبقى اتجنن تقريبا او في دماغه حاجه، وبيتعصب عليه جدا ويقول له انت مين سمح لك انك ترفع صباعك في وشي؟ واثبت مكانك وانا هوريك. وبعدها بنشوفهم في عربيه الشرطه عادي جدا، وبعدها بنشوف ساتا وهو في اوضه التحقيقات، وبيقدم له المحقق اكل، لكن ساتا ما بيهتم، وبيعرفه انه محتاج يعرف معلومات اكتر عن العالم ده، وبيطلب منه ان هو يجاوب على الاسئله بتاعته. وبيخلص اسئلته وبيروح للشال، لكن لا قاعد بياكل عادي ومش همه حاجه، وبيقوم اول ما بيشوفه وبيعرفه ان هو فرحان ان هو كويس. وبيحكي له ساتا انه استخدم التنويم المغناطيسي للمحقق علشان يقدر يعرف منه معلومات عن العالم ده، وبيقول له المعلومات اللي هو عارفها ان هم على كوكب دلوقتي اسمه الارض، وفي بلد اسمها اليابان، وهم دلوقتي في طوكيو في اسم الشرطه، وان في العالم ده السحر والشياطين واسياد الظلام كل دي حاجات خياليه، ومؤمنين ان مفيش حاجه اسمها كده اصلا. بيستغرب شال جدا ان في عالم من غير سحر، وبنشوفهم بعدها وهم ماشيين في الشارع، وبيقول شال ان هم مش هيقدروا يغيروا اشكالهم لشياطين، وده لان السحر قليل في العالم ده. وبيسال لكن ليه شكلنا بقى كده؟ بيرد عليه ساتا ويقول له تقريبا كده ان البشر هي القاعده لكل المخلوقات التانيه، وان الموضوع بيرجع لطبيعه العالم ده او طريقه استخدامهم للبوابه اللي هم جم بيها. وبيعرفوا ان هو قدر يتمسك بشويه من السحر بتاعه، لكن مش سهل ان هو يحافظ عليه. وبيسال شال لو هو كمان كده، وبيبدا شال ان هو يعمل السحر بتاعهم، لكن بتيجي عربيه تاكسي وبتقف قدامهم ومش بيكونوا فاهمين هي جت منين. وبيشك ساتا ان العربيه دي جت بالسحر اللي شال عمله، وده طبعا بيكون علشان شال رفع ايده وهو بيستخدم السحر بتاعه، فالتاكسي وقف عادي جدا. وبعدها بنشوفهم وهم قاعدين على الرصيف، وبيقول ساتا احنا المفروض نعرف امتى نستخدم السحر بتاعنا علشان ما ينتهيش بسرعه، والمشكله اللي بتقابلهم ان مفيش طريقه يرجعوه بيها تاني، وان مفيش حل قدامهم دلوقتي غير ان هم يملوا السحر بتاعهم تاني، ولحد ما يقدروا يعملوا كده لازم يتبعوا قواعد البشر ويمشوا عليه. وبيروحوا للسجل المدني علشان يطلعوا بطاقات ليهم وشهادات للسكن، وساتا طبعا بيعمل تنويم مغناطيسي للموظفه وبياخدوها في ثانيه، وبيروحوا يأجروا اوضه ليهم، والموظفين بيفهموا لغتهم عادي، وبيسالوهم عن نوع الاماكن اللي بيفضلوها، وبيختار ساتا مكان، وبيروحوا وبيعرفهم الموظف ان صاحبه البيت ده غريبه جدا، وهي اللي طلبت ان هي تأجر البيت ده الناس غريبه كده زيهم. وبيطلعهم للاوضه بتاعتهم واللي بتكون رقم 201، وبتدخل عليهم ميكي صاحبه البيت واللي بتكون عايشه في البيت اللي جنبهم على طول، وبتعرفهم ان ميكي يعني الجمال والاشراق. المهم بيجي عليهم الليل وبيقول له شال انت متاكد من اللي احنا بنعمله ده؟ هو رد عليه ساتا وقال له ان الموضوع يستحق ان احنا نعاني من اجله، وان احنا لازم نستحمل الوقت القصير ده. وبيعرفوا شال ان هم لازم يستعدوا لحركاتهم اللي جايه، لكنه بيلاقيه طب ساكت فجاه. وبنشوفهم بعدها في المستشفى، وبيقول ساتا ان جسمه محتاجك، وبيتعصب لان جلسه العلاج الواحده بتساوي شهر واحد من الايجار، وان ده يعتبر سرقه. وبيكمل كلامه وبيقول احنا محتاجين فلوس علشان نقدر نعيش في العالم ده، وان هو مش قادر يستخدم السحر بتاعه مره تانية، وده معناه ان هم ما عندهمش غير حل واحد بس. وبعدها بنشوفهم وهم بيملوا استماره علشان يقدموا على شغل. وبيجي تاني يوم وبيقول شال انت مش شايف انك لازم تصرف بشكل اقل شويه؟ رد عليه ساتا وقال له ايه المشكله يعني؟
الصيف داخل وكان لازم نجيب التلاجة، ومش كل شوية نغسل هدومنا بره يعني، واكيد يعني مش هروح الشغل كل يوم ماشي، فاشتريت عجلة. وبيعرفوا شال ان هم كانوا يقدروا يدفعوا بالقسط عادي، لكن ساتا بيقول له ان هو ما بيرتاحش لما بيقسط حاجة. وبيسأله شال انت ازاي ناوي تكمل لاخر الشهر لحد ما تقبض وانت تلاجتك ما فيهاش غير خيار ولبن؟ فبيقول له على الاقل معايا شوية فلوس في محفظتي وممكن ابقى اخد بواقي الاكل من الشغل. فبيتعصب شال وبيقول له احنا كده هنموت، انت ناوي تعيش على الاكل ده لحد الشهر الجاي؟ لكن ساتا بيتجاهل كلامه وبيقول له روح دور لك على شغل انت كمان بدل ما انت قاعد كده. وبياخد العجله بتاعته وينزل للشغل، وبتيجي بنت كده وبتقف جنبه، وبيلاحظ ساتا ان هي مش معاها مظله، فبيديلها المظله بتاعته وبيكمل طريقه عادي. وبيوصل للشغل وبيكون ناوي ان هم يحققوا مبيعات كبيره جدا الشهر ده. وبنشوف بعدها شال وهو في مكتبه بيدور على كتاب، وبنعرف ان ساتا طلب منه ان هو يدور على طريقه علشان يرجعوا بيها السحر بتاعهم، ويبحث عن مفاهيم للسحر والشياطين في العالم ده. فبيتحمس شال جدا وبيقول له هو في امل ان احنا نلاقي طريقه نرجع بيها السحر بتاعنا؟ رد عليه ساتا وقال له ايوه، وساعتها بس مش هنسيطر على جزيره اسلا، لا ده احنا هنسيطر على العالم كله. وبيفضل شال يدور لكن ما بيلاقيش حاجه. وبنشوف ساتا وهو قاعد مع تشان زميلته في الشغل، واللي بيكون باين عليها الاحباط، فبيواسيها ويقول لها عادي كل الناس بتغلط. فبتقول تشان دي المره السادسه اللي ادلوا فيها الزيت في كل مكان، وان هي على طول بتنظف وهو بيخدم الزباين. وفي اللحظه دي بتدخل عليهم تشاسكي رئيسه الشغل، وبتعرفهم ان المطعم مليان زباين ولازم اول ما يخلصوا الاستراحه بتاعتهم يشتغلوا كويس، وانها هتقرر المره دي مين اللي هياخد الترقيه فيهم. وبيرجعوا للشغل وبيروح ساتا علشان يطلع البطاطس من الزيت، لكنه بيلاقيها ما استوتش كويس، وبيستوعب ان الفلفل الاسود اللي هو بيحطه بوظ القلايه، وما بيكونش عارف ساعتها يعمل ايه، وانه طبعا من غير القلايه مش هيعرف يكون في المركز الاول. وبيقرر انه هيستخدم السحر علشان يطلع من المشكله دي، لكن بتدخل عليه تشاسكي في اخر لحظه، وبنشوفه بعدها وهو في اوضه الاستراحه، وبتواسيه تشان وتقول له دي مش مشكلتك، هم قالوا ان هم هيصلحوها في اخر اليوم. وبتدخل تشيسكي وتنادي على تشان، وبيخرجوا وبيقعد ساتا حيران ومش متاكد اذا كانت شافته وهو بيستخدم السحر ولا لا. وبتدخل عليه تشيسكي وتقول له ما تقلقش مش هنعاقبك ولا حاجه، احنا عاوزينك تشتغل معانا كعامل دائم. وبيفرح ساتا جدا وبيمشي يرقص بالعجله بتاعته في الشارع، وبيقف علشان الاشاره كالعاده، فبيتفاجئ بالبنت اللي اداها المظله الصبح، وهي بتقول له ان هي شافته وهو بيشتغل في المطعم وكانت بتراقبه من المكتبه اللي جنبه. وبتساله انت كنت بتحاول تستخدم السحر مش كده؟ والبنت دي عارفه ان هو سيد الظلام واسمه ساتا، وبيقدر ساتا يتعرف عليها ان هي ميليا البطله، وان هي اللي كانت بتحاربه على جزيره اسلا. ولما دخل في البوابه الزمنيه قررت ان هي تروح وراه وتقضي عليه بنفسها، وبيحاول ساتا انه يتناقش معاها لكنها بترفض، وبتكون جايه علشان تقتله بس. وبيلاحظ ان هي ماسكه سكينه عاديه، وبيسالها هو ايه اللي حصل لسيفك المقدس؟ انت فقدت قوتك ولا ايه؟ فبترد عليه ميليا وتقول له انت ضعيف جدا مقارنه بما كنت في اسم، وتقرر انها تهجم عليه. لكن بعدها بنشوفهم في مركز الشرطه، وبيسالهم الشرطي انتوا كنتوا بتتخانقوا ليه؟ وبتعرفوا ميليا ان هي كانت بتحاول تقتله، وطبعا الشرطي بيفتكرها مجنونه او بتهزر، وانهم بيحبوا بعض وبيتخانقوا خناقه عاديه. وبتتعصب ميليا جدا وبتقول له ان مفيش بينا اي حاجه. وبيرد عليها الشرطي ويقول لها لو عايزه توصلي الحل ناقشوا الموضوع مع بعض ودوروا على الحل سوا. وبيوصلوا الحل فعلا وبيخرجوا، وبنشوفهم وهم ماشيين، وبتكون ميلا بتعصبها جدا وبتقول له النهارده حظك كان حلو لكن ما تتعودش على كده، انا عارفه انت ساكن فين فما تتوقعش انك تعيش حياه هاديه ابدا. لكن بيستفزها ساتا ويقول لها ده مش صوت واحده بطله ابدا. فبتتعصب ايميليا اكتر وبتقول له انت بالذات ما تتكلمش، انا مش متخيله ان سيد الظلام بيبيع بطاطس دلوقتي. لكن بيرد عليها ساتا ويقول لها اهدي على نفسك كده شويه يا ماما، وهات المظله بتاعتك اللي انا اديتها لك الصبح انا عايزها. فبتقول له انا رميتها في الزباله اصلا، وبتحذره انه لازم ياخد باله على نفسه من بكره، وسابته ومشيت. وبيجي تاني يوم وبتروح ايميليا لشغلها، تقترح عليها صاحبتها ان هم يروحوا ياكلوا في المطعم اللي بيشتغل فيه ساتا، لكن بترفض ايميليا على طول. وبيخلص الشغل بتاعها وبتروح تشتري اكل وتعمله في البيت، وبنشوف ساتا وشيل وهم بياكلوا، لكن فجاه الباب بيخبط وبتكون ايميليا هي اللي جايه لهم. بتقول له انت بقيت محترم كده من امتى؟ ازاي نسيت صوتي اصلا؟ فبيتفاجئ شيل جدا وبيقفل الباب بالمفتاح، وبيعرفوا ساتا ان هم اتخانقوا في الطريق وراحوا للشرطه. وبيسالوا شيل ليه انت ليه ما حكيتليش؟ وبيعرفوا ان مفيش حاجه حصلت تستاهل ان انا اقول لك، وكمان هي ما تقدرش تستخدم قوتها المقدسه، وانها مش هتقدر تعمل حاجه اصلا. وبيفتح لها شال وبتبص للاكل اللي بياكلوه، وبتسالهم انتوا بتسموا اللي انتوا بتاكلوه ده اكل؟ وبيقول لها ساتا لا بقول لك ايه، ده اكل شال لا يعلى عليه ابدا. بترد عليه ميليا وتقول له مين يتوقع ان سيد الظلام بياكل خيار بس على العشاء؟ لكن ساتا ما بيكونش مهتم بكلامها اصلا. فبتتعصب ميليا وتقول له هو انا سافرت علشان اقتل واحد وهو بيقتل نفسه اصلا؟ انا لوحدي وعايش احسن منكم انتوا الاثنين. فبيسالها ساتا هو انت ما عندكيش اي اصحاب خالص هنا؟ فبتتعصب ميليا وتقول له اخرس يالا، ده انا رئيس الكهنه كان هيموت ويجي معايا، لكن البوابه اتقفلت قبل ما هو يدخل معايا فجيت لوحدي. بيعرفها ساتا انها لازم تلاقي طريقه ترجع بيها بسرعه، وبيقول لها ساتا احنا بس علشان معناش فلوس فقدرت انك تلاقيني، وعلشان كده احنا عايشين في المكان ده. وبيكمل كلامه ويقول انا مشروعي
الهيمنة على العالم هيبدأ في المكان ده. فبتقول له إيميليا أنت متأكد إنك هتقدر تعمل حاجة بمنظرك ده؟ فبيقول لها ساتا أنت تبقى غلطانة لو فاكرة إن أنا بعيش في سلام، أنا بخطط لغزو اليابان كلها. وبيقوم وبيقول لها بحماس أنا هبقى غني، وفي النهاية هيكون في ملايين من الناس يخافوا بس إن هم يشوفوني، ولما ده يحصل هعلن الهجوم على إسلا. لكنها بتقول أنت مجنون يالا ولا إيه؟ أنا هرجع لبيتي أحسن. وبتحذره ما يمشيش في الطريق ده، وبتقول له أنا لسه أقدر أقتلك في أي وقت عادي. فبيسألها ساتا وأنت ليه ما عملتيش كده؟ فبتعرفه إن هي مش هتقدر ترجع لإسلا لو استخدمت كل قوتها. وبيجي تاني يوم وبتروح إيميليا لشغلها، فبتلاحظ زميلتها إن هي سرحانة اليومين دول، فبتسألها لو في حاجة حصلت، فبتعرفها إيميليا إنها مشغولة بس اليومين دول مش أكتر. وبنشوفها قبل ما تيجي للشغل بتقرر إنها تروح تراقب ساتا، وإنه أكيد وراه حاجة مخبيها. وبتشوفهم وهم خارجين فبتروح وراهم، وبيوصلوا للسوبر ماركت وبيشتروا حاجات عادية جدا. وبترجع لشغلها فبتقترح على زميلتها إن هم يروحوا يتعشوا بره كالعادة، لكن بتعتذر إيميليا وبتعرفها إن هي مشغولة. وبتفضل تراقبهم كل يوم، لكنها بتلاقيهم بيعملوا كل حاجة عادية وبيتناقشوا في حاجات تافهة طول الوقت. وبتروح للمطعم اللي بيشتغل فيه ساتا، وبتعرفه إنها محتاجة تتكلم معاه شوية، وإنه هيلاقيها مستنياه عند التقاطع لما يخلص شغله. وفعلا بيخلص ويروح لها وبيسألها عايزة إيه يا بت أنت؟ فبتقول له هو أنت عايز تفضل عايش في العالم ده للأبد؟ لكن ساتا بيقول لها أكيد لأ يعني. بتعرفه إيميليا إنها كانت بتراقبه طول الفترة اللي فاتت، وشايفاه إن هو عايش حياة عادية جدا ومش همه أي حاجة وما بيعملش أي ذنوب وكل الناس بتحبه. وبتقول له أنت لو فضلت عايش في العالم ده على طول أنا مش هقتلك، فخليك عايش هنا أحسن. لكن ساتا طبعا بيرفض وبيقول لها إن ده مش هيحصل وإنه هيرجع تاني علشان يسيطر على إسلا. وفي اللحظة دي بتيجي عربية وتوقعه من على العجلة بتاعته، وبيفضل يصوت ويقول له النبي ما تبوظيش، ده أنا لسه شريكي من شهر. فبتعرفه إيميليا إن هو يقدر يصلحها عادي ويبطل الأفوار اللي هو فيها دي. لكن فجأة حد بيهجم عليهم وبيضرب عليهم نار وبيجروا هما الاتنين. فبيقفوا فبتسأله إيميليا تفتكر إن الشخص ده من إسلا؟ فبيرد عليها ويقول لها أنا معرفش، لكن مش باين إن هو قناص عادي، وإنه استخدم رصاص سحري وأكيد عارف هويته من الحقيقية. وبيكمل كلامه عادي ويقول لها كل ده بسببك انت، ما كانش هيحصل كل ده لو كنت اخترتي مكان كويس نتكلم فيه. وبيسيبها وبيمشي علشان يرجع لبيته، لكن بيلاقيها لسه وراه وبيسألها انت بتخططي انك تقتليني وانا نايم ولا ايه؟ لكن المفاجأة ان ميليا بتطلب منه ان هي تفضل هنا النهارده، وان محفظتها وقعت منها. وبيوافق ساتا وبيدخلها البيت بتاعه، وبيتفاجئ شال جدا وبيحكي له ساتا اللي حصل، وانهم اتهجم عليهم برصاص سحري، وان المحفظة بتاعتها وقعت وهي بتجري. وبيدخلها ساتا وبيديلها فلوس وبيديها بطانية كمان علشان تنام. وبيقول لها شال احنا هنشوف انت هتردي الجميل اللي عملناه معاكي ده ازاي. بيجي تاني يوم وبيلاقوها مشيت وسايبه وراها طبق مخلل كشكر ليهم. وبتروح ايميليا لشغلها وبتسالها زميلتها تاني لو هيروحوا ياكلوا بره النهارده، لكن زي كل مره بتعتذر ايميليا بحجه ان هي مشغوله. وبيجي لها مكالمه شغل من شخص غريب وبيقول لها انت شكلك كده اتعودتي انك تعيشي في اليابان. وبتطلب ميليا منه ان هو يعرفها على نفسه، وبيقول لها ان هو شخص يعرف البطله وساتا، وبيخطط ان هو يقضي عليهم وفي وقت واحد. وبيعرفها ان ساتا هو اللي سافر لعالم تاني، وانه هيفضل وقت طويل مع البطله ايميليا، وان دي اراده اسلا اصلا واللي كانت عاوزاه. فبتتعصب ايميليا جدا وزمايلها بياخدوا بالهم، فبتهدي نفسها وتقول له لكننا مش هنسمح لك انك تعمل اي حاجه. بيقول لها اتحرى عن ايه؟ عن حقيقه هروب الملكه واللورد قبل ما يخلصوا الشغل بتاعهم. فبتستنتج ايميليا ان الصوت ده نابع من الظلام، وغالبا كده هو الشيطان. فبتقول له ان الناجي الوحيد هو شال، فانت بقى تبقى مين؟ وبيقول لها ان هو هيتصل بها تاني وبيقف. بتخلص شغلها وبيجي لها تليفون من الشرطه، وبتروح تبصم على حاجه وهي متعصبه جدا. وبيكون شيل وساتا مستنيين تحت، وبيسال هم ازاي قدروا يعرفوني من العجله بتاعتي بس. بيرد عليه شال ويقول له ان البطل عندها حق فعلا، وانها قدرت تغير سنها الى 16 او 14 سنه، وانها سجلت نفسها علشان تبقى اكبر من 20 سنه. وفي اللحظه دي بتنزل ايميليا وبتكون متعصبه جدا، وبتقول ليه انا البطله اجد من سيد الظلام علشان يخرجوه. فبيقول لها ساتا ما كانش قدامنا اي حل تاني وما لقيناش غيرك قدامنا الصراحه. وشال بيقول لها احنا الصراحه ما كناش عايزين نعتمد عليكي. فبتقول له هي متعصبه انت كنت متوقع ان انا اجي استخدم الختم بتاعي وبطاقتي علشان حاجه زي دي؟ فبيقول لها ساتا على الاقل اعملي حساب لان انا نيمتك امبارح واديتك فلوس كمان. وبيخرجوا من الاسم وبيتعرفوا ان في حد اتصل عليها وبيهددها، وبتطلب منه يخلي باله على نفسه علشان هي اللي ناويه تقتله ومش عايزه حد غيرها يعمل كده. وبعدها بيروح يقابل تشان زي ما طلبت منه، واللي بيكون شكلها معجبه بيه، وبتقول له ان هم يروحوا يشربوا قهوه، وبما ان هي اللي طلبت تقابله فهي اللي هتدفع. لكن طبعا ساتا بيرفض وبيقول لها ان انا اللي هدفع. وطبعا بتكون تشان في قمه سعادتها. وبعدها ايميليا وهي راجعه من الشغل بتشوف شال وهو قاعد بيراقب حد، واول ما بيشوفها بيتخض وبتساله انت بتعمل ايه هنا؟ وبتشوف ساتا وهو قاعد مع تشان في الكافيه، فبتتعصب جدا وبتروح تمسك في شال وبتساله انتوا ناويين تعملوا ايه في البت دي؟ فبيعرفها ان ساتا ما عندوش اي نيه ان هو يأذيها، وبتساله انت ايه اللي دفعك تنزل تقابلني؟ وبتبقى مستغربه ايه السبب ان هو ينزل يقابلها كده. فبيقول لها شال ده اللي انا عايز افهمه انا كمان، لكن واضح ان البنت دي عندها مشاعر كبيره ناحيته. مستغرب ان ازاي بنت زي دي تقع في حب سيد الظلام. فبترد عليه ايميليا وبتقول له بالعكس، ازاي بنت لطيفه زي دي تقع في حب واحد زي ده؟
وبتسأله ايه اللي هيحصل بعد كده، فبيعرفها شال انه مش هيحصل اي حاجة، وان هو بس كان بيراقبهم علشان يتأكد ان مفيش حد هيضايقهم. وبتقول له ايميليا مفيش داعي انك تقعد هنا ويلا نمشي، وبتتوجه للكافيه اللي ساتا وتشان قاعدين فيه، وبيحاول شيل يمنعها لكنها بتتجاهله وبتدخل. وبتحكي تشال لساتا عن الأصوات الغريبة اللي كانت بتسمعها في الشغل، وفي الأول كانت فاكرة نفسها تعبانة بس وبيتهيأ لها، لكن امبارح جالها اتصال من شخص غريب وبيقول لها أنا متأكد إن في حاجات غريبة بتحصل في العالم بتاعكم، وإن في حاجة كبيرة هتحصل قريب، فخليكوا واخدين بالكم، إحنا بس مستنيين الوقت الصح وهنسافر لهناك. وبتعرفوا إيميليا إنها ما سمعتش اللغة دي قبل كده لكنها فهمت اللي كان بيقوله. وبيفكر ساتا وبيقول دي أكيد كانت تقنية اتصال بين الأزمان وانتشار عقول البشر في الأماكن المختلفة، وإن ترابط الأفكار بيستعمل كتقنية للتحقيق وبيسبب انفجار سحري كبير لما بيغير اتجاهه، واللي بيظهر في أشكال مختلفة من الظواهر. وفي الحالة دي ظهر كزلزال، وأكيد هو السبب في كل الهزات الأرضية اللي حصلت في الفترة الأخيرة. وبتتفاجئ بإيميليا وهي داخلة وبتفي شيء من بقه، وشين ما بتكونش فاهمة أي حاجة، وبيحاول ساتا يغير الموضوع على طول، وبيقول لها مفيش أي مشكلة لما تحصل أي هزة أرضية كبيرة، وإنهم بس المفروض يخلوا بالهم. وبترتاح تشين جدا وبتقول له انا ما حكيتش لاي حد عن الموضوع ده غيرك، وبتشكر فيه وبتقول له انت صدقتني، وبتبقى خلاص هتعترف انها معجبه بيه. لكن فجاه بتدخل ايميليا وبتقول لها بس ما تقوليش اي حاجه، واللي انت قاعده معاه ده مش هيفيدك باي حاجه، هو عكس شكله خالص، ده شخص شرير وقاسي. فبتتعصب تشان جدا، انت بتقولي الكلام ده على اي اساس وتعرفيه منين اساسا؟ فبترد عليها ايميليا وتقول لها انا عدوته مش اكتر، وقعدتك معاه مش هتجيب لي غير الحزن والتعب. فبتقول لها انا افتكرتك يا بنت، انت جيت المطعم من كام يوم مش كده برضو؟ بتقول ايميليا طب وفيها ايه؟ قالت لها تشان انت صاحبته بقى ولا ايه؟ بتتعصب ايميليا جدا وبتقول لها انت بتقولي ايه يا بنت انت؟ بترد عليها تشان وتقول لها انا كده فهمت، وبتقول لها بعيد عنه يا خطافه الرجاله. فبتقول لها ما تبيش غبيه كده، احنا ما فيش اي حاجه بينا. فبتقول لها تشين امال ليه بتلفي وتدوري حواليه؟ بتتعصب تشين وتقول لها ايه اللي ممكن افكر فيه غير كده اصلا؟ وفي اللحظة دي بيحصل زلزال قوي وكل حاجة بتتدمر. بتفوق تشان وأول حاجة بتسأل عليها هي ساتا، وبتقول لها إيميليا إن في ناس كتير هتفرح بخبر موته لكنه للأسف لسه عايش، وبتقول في نفسها إن هي اللي هتقتله ومش هتسيبه يموت بالسهولة دي. وبتعرفها إيميليا على نفسها وبتقول لها إن مفيش بينها وبين ساتا أي حاجة. وبتسألها تشان أنت حاسة بإيه ناحية ساتا؟ أنت قلت إنك عدوته لكن واضح إنك معجبة بيه. بتضحك إيميليا وتقول لها معجبة دي آخر حاجة أفكر فيها، أنا أعرف عنه حاجات قليلة لكن اعرفي إنك لو حبيتيه هيجرحك، أنا عليا حذرتك وانت براحتك. وبتعمل لها تنويم مغناطيسي وبتنام، وبتنادي على ساتا وبتقول له انا عارفه انك هنا فاطلع احسن لك. وبيطلع فعلا ولكن شكله بيكون اتغير جدا واقوى بمراحل كبيره جدا، وما بيكونوش طبعا فاهمين ايه اللي حصل، وما بيكونش عارف ازاي هيفسر للناس ازاي شكله اتغير كده. وبتفكر ايميليا ان عندها وقت وتقدر تستخدم السحر المتبقي من قوتها علشان تستدعي سيفها المقدس وتقتله، لكنها بتتفاجئ ان ساتا بيحاول ينقذ الناس ويحميهم. وبتفتكر زمان لما كانت مع ابوها وبيحكي لها عن جيوش سيد الظلام وانها احتلت القريه الشرقيه والشماليه، والاشاعات بتقول ان هو هيهاجم الغرب في المره الجايه. بيعرفها ان القريه الغربيه محميه من طرف الكنيسه والجيش الملكي، فما فيش داعي ابدا ان هم يقلقوا. وبعدها بنشوف شويه كهنه والرئيس بتاعهم، وبتفرح ايميليا جدا لانها بتكون فاكره ان هم جم علشان يحموا البلد، وبيعرفها ابوها ان هم جم علشان ياخدوها، وبيعرفها ان هي بنت ملاك وهي الشخص الوحيد في اسلا اللي عندها القوه اللي تقتل سيد الظلام، وبيودعها وبتروح معاهم. ودي كانت اخر مره تشوف فيها ابوها. وبعدها بكام يوم راح الجنرال لوسيفر وجيشه لقريتهم ودمر القريه كلها باللي فيها، وبيواسيها رئيس الكهنه وبيعرفها ان هي بنت اقوى الملائكه وورثت قوتهم، وان السيف المقدس محدش قادر يستخدمه غيرها، وان هي الانسانه الوحيده في قريه اسلا اللي قادره تواجه سيد الظلام وتهزمه. وفي اللحظه دي بيرجعها ساتا بعد ما رجع لحالته الطبيعيه وبيطمن عليها، لكنها بتقول له انا مش محتاجه قلقك. وبيجي لهم الشرطي بيقول لهم ان المكان اللي هم واقفين فيه ده خطر جدا، لكنه اول ما بيشوف تشان بيعرفها لانها بتكون بنت الشرطي ساسكي وبيتصل عليه. وتشان طبعا ما كانتش عايزه ابوها يعرف هي كانت موجوده هنا بتعمل ايه، وبتطلب من ساتا انه يمشي، وهو كمان مش عايز يشوف ابوها لان ابوها ده الشرطي اللي مسكه هو وشال. وبيمشي هو وايميليا وبتساله هتعمل ايه دلوقتي، وبيعرفها ان هو تعبان جدا وهيروح ينام. وبتستغرب ايميليا جدا لكن بيعرفها ان مفيش اي حاجه هتحصل تاني النهارده وان الهجمات بتاعتهم فشلت. وبتستغرب ايميليا اكتر وما بتكونش فاهمه حاجه، فبيعرفها ساتا ان دي ما كانتش كارثه طبيعيه ولا حاجه، وان اللي عمل كده كان عارف ان هما الاتنين موجودين في نفس المكان. وبتساله ايميليا تفتكر مين العدو ده، وبيعرفها ساتا ان الاعداء دول قريبين جدا من هنا لكن ما اتبعوهمش علشان هو استعاد قوته مره تانية. وبتقول له ايميليا يعني مين برضه هيكون العدو ده،
محدش يقدر يستخدم سحر القوة المقدسة هنا في اليابان، فمين اللي هيكون عمل كده؟ وفي اللحظة دي بتنادي عليها ريكا زميلتها في الشغل، وبتروح لها إيميليا، وفجأة بيجي شال وبيترجى ساتا إن هو يسامحه لأنه ما قدرش يعمل حاجة، لكن ساتا أصلا ما بيكونش مهتم للموضوع، وبيطلب منه إن هم يروحوا للبيت. وتروح إيميليا مع ريكا لبيتها علشان ما تقعدش لوحدها، وبتعمل لها ريكا أكل. وبعدها بنشوف شال وهو ماشي مع ساتا وبيطلب منه إن هو يعاقبه، لكن فجأة بيجي 2 من الشرطة وبيطلبوا منهم يروحوا معاهم، وبيسألهم واحد منهم انتم ممثلين مسرح مش كده؟ لأن أنا كمان كان نفسي أكون ممثل، لكن ما ينفعش تعملوا اللي بتعملوه في شغلكم في نص الشارع كده. وبيكمل كلامه ويقول لهم انا متاكد ان عندكم مشاكلكم الخاصه زي انكم تبيعوا التذاكر بتاعتكم، لكن ما تستسلموش. وبعدها بيسيبهم ويمشي. وطبعا الاتنين ما بيكونوش فاهمين اي حاجه ولا فاهمين هو بيتكلم عن ايه اصلا. وبيجي تاني يوم وبتروح ايميليا البيت ساتا وبتديله ظرف كده، لكنه ما بيكونش مطمن لها خالص، وبتقول له شكلك كده مش عايز الفلوس اللي جواه. وبيفتح لها الباب على طول وبياخد منها الفلوس، وبتساله لو شال كويس، فبيرد عليها ويقول لها هو جسديا ما حصلوش حاجه، لكن واضح كده ان حالته النفسيه اتبهدلت خالص. وفضل طول الليل يلوم نفسه ان هو ما قدرش يحميني، علشان كده هو نايم دلوقتي. وبيسالها لو هي كمان كويسه لانها استخدمت جزء من قوتها امبارح علشان تخلي تشان تنام. بتتعصب ايميليا وبتقول له انا سبق وقلت لك ان انا مش محتاجاك تقلق عليا خالص. بيقول لها ساتا طب يلا بقى اتكلي على الله. وبتمشي وهي نازله بيحذرها من السلالم اللي هي ماشيه عليها دي لا تقع، لكنها بتكون خلاص وقعت اصلا. وبيدخلوها عندهم تاني لكنهم ما بيلاقوش حاجه يعالجوها بيها. وبيطلب ساتا من شال انه يروح للصيدليه اللي قدام المحطه ويشتري شويه ادويه، وفعلا بينزل شال وبيروح ساتا بالقطن والكحول ويقول لها احنا لازم نعقم الجرح الاول. لكن ايميليا بتتعصب جدا وبتقول له مالكش دعوه بيا يا دي انت. وبيتضايق ساتا وبيسيب لها الحاجات وبتبدا هي تعقم لنفسها، لكنها بتتألم جدا وبتتعصب وبترمي الكحول على ساتا وبتسأله انت ايه اللي بتحاول تعمله؟ انت سببت التعب والمعاناة للعالم كله. وطبعا ساتا ما بيكونش فاهمها وبيقول لها انت مجنونة يا بنت انت ولا ايه؟ هو انت حد جه جنبك؟ وبتكمل كلامها وبتقول له انت فقير وبتطبخ لنفسك وبيحبوك في الشغل وكمان عندك بنت معجبه بيك. انا ما شفتش في حياتي ان سيد الظلام عنده حياه هاديه وعنده بنت بتحبه. فبيحاول ساتا يفهمها ان هي غلطانه، لكن بتعاطع وتقول له ان هي عندها حق في كل كلمه بتقولها. فبيتعصب ساتا ويقول لها هو انت ايه؟ انا ما شفتش في حياتي بطله بتقع من على السلم وبيعالجها لورد. وبتبدا اميليا تزعق وتقول له انت ليه طيب معايا وطيب مع الناس كلها؟ ازاي اصلا تكون طيب؟ ولو كنت فعلا شخص كويس ليه قتلت ابويا؟ حرقت اراضينا ودمرت بيوتنا بالبرق وهجمت علينا بكل قوتك. انا مش مسامحاك حتى بعد ما اموت. وبتنهار في العياط. فبيقوم ساتا ويقول لها انا اسف لاني ما كنتش فاهم البشر كويس. وبيتفاجئوا بتشين وهي داخله عليهم، وبيدخل وراهم شال وبيقول لهم ان هو قابلها في الشارع وهي طلبت تيجي معاه. واول ما بتشوفهم بتتصدم وبتقول انا كنت عارفه، وبتسيبهم وبتجري. وبتدخل ميكي وبتقول بنت جميله وبتشوفك وانت بتتخانق مع حبيبتك القديمه واكتشفت دلوقتي ان انت لسه بتحبها. وبتعرف ايميليا انها صاحبه البيت. تسالها انت حبيبته القديمه مش كده؟ بتتعصب ايميليا جدا وتقول مين دي اللي تحب واحد زي ده؟ وبيجي ساتا يتكلم لكنها بتقاطعه وبتعرفه انها بتخطط علشان تجدد المبنى ومحتاجه موافقه كل السكان. وفي مكان تاني بنشوف 2 من عالم إسلا وبيحاولوا إن هم يدخلوا للأرض عن طريق بوابة زمنية. وبنشوف تشان وهي ماشية في الشارع وبتعيط وبتخبط في واحد كده بالغلط فبتعتذر له، لكنه بيقول أول ما فشلت خطتي ركزت عليك أنتي، أنا هستعملك علشان أقتل ساتا وإيميليا. وفي الوقت ده بيكون ساتا وإيميليا وشال رايحين للمكان ده علشان يفهموا تشان سوء التفاهم اللي حصل، لكن بيلاقوا المدينة كلها متدمرة وإن بيكون الشخص الغريب ده هو السبب. وبنعرف إن هو جنرال من بتوع سياتا وهو لوسيفر، لكن لوسيفر ما بيكونش لوحده، بيكون معاه واحد من الكهنة واللي اسمه أولبا. وبتكون خطتهم ان هم يقضوا على ساتا وإيميليا ويستولوا على الحكم. وبيضرب لوسيفر رصاصة على شال ويسيبه وبيتجه للباقي، لكن ساتا بيستعمل السحر بتاعه وبيحميهم. والناس كلها مرعوبة من اللي بيحصل وما بيكونوش فاهمين حاجة وبيفضلوا يجروا. وبيجري ساتا وهو شايل شال ومعاهم إيميليا وبتسأله ازاي لوسيفر قدر يستعمل كمية كبيرة من السحر في العالم ده. بيرد عليها وبيقول لها ان هو بيسحب سحره من الأحاسيس السلبية اللي عند البشر زي الخوف واليأس والغضب والحاجات دي. وفي اللحظة دي بيظهر قدامهم لوسيفر وبيسأله انت عرفت؟ وبيرد عليه ساتا ويقول له كله ده بفضلك، لما حصل الزلزال وسط كل الخوف واليأس ده قوتي رجعت لي تاني. وبيسأله لوسيفر ليه ما حاولتش تجمع سحر زيادة، وانه لو ملى العالم ده كله بالخوف واليأس هيبقى عنده القوة اللي تقدر ترجعه لإسلا. بيرد عليه ساتا ويقول له انا بفضل العالم ده وبالرغم من اني انسان لكن عايش حياة هادية وانه مش هيسبب مشاكل للعالم اللي ساعده. بيقول له لوسيفر انت بقيت طيب من امتى؟ انا هاخد الحكم خلاص. وبيكون معاه تشان اللي بيستخدمها علشان يجدد سحره عن طريق الطاقة السلبية اللي فيها، وبيضرب عليه قلب رصاصة في رجله وبينجح انه يوقعهم في الارض. وبيقول للوسيفر ان دي فرصتهم الوحيدة ان هم يخلصوا منهم دلوقتي، لكن بيستخدم ساتا سحره وبينتقل هو وإيميليا لمكان فيه ناس كتير لكن برضه بيكونوا هم لسه وراهم. وبيضرب لوسيفر على ساتا ضربة قاتلة وبيقع على الارض وبتتصدم إيميليا.
وبيرمي لوسيفر تشان لانه ما بقاش محتاجها تاني، لكن بتجري عليها ايميليا وبتنقذها، ويبتدي ان هو يستخدم سحره ويدمر المكان كله. لكن بتحصل مفاجأة كبيرة، وساتا بيكون لسه عايش، وده كله لانه في مكان عام والناس كلها خايفة حواليه، وبدأ يسترجع قوته ويرجع لشكله شيطاني من تاني، وبيوقف الدمار اللي حصل وبينيم كل الناس علشان محدش منهم يتصاب. وبترجع لإيميليا وشال هم كمان قوتهم، وبتستدعي سيفها المقدس وبتدور بينهم معركة قوية، وبيطير ساتا لوسيفر وبيضربه ضربة قوية تضيع ملامحه خالص. وبتفوق بعدها تشين وبتسألهم انتوا مين يا جماعة؟ فبيرد عليها ساتا ويقول لها مع انه سؤال محرج لكن انا هقول لك انا لورد من عالم تاني. وبتعرفها ايميليا انها نص ملك ونص انسانه. وبتسال ساتا ايه اللي ناوي تعمله؟ هترجع جزيره اسلا تاني؟ فبيرد عليها ساتا ويقول لها انا عندي حاجات مهمه جدا الشهر ده. فبيقول له الشال ايه الاهم بالنسبه لك؟ تسيطر على الجزيره كلها ولا تشتغل في محل تبيع بطاطس؟ وبتروح ايميليا لوسيفر وتقول له انت اللي كنت بتكلمني في الشغل مش كده؟ فبيأكد لوسيفر على كلامها. فبتقول له عرفت توصل لي ازاي؟ فبيطلع لوسيفر المحفظه بتاعتها وبيعرفها ان هو عارف مكانها منها. وبيوصل الشخصين اللي شفناهم اخيرا لليابان، واول ما بيشوفوا ايميليا بيروحوا يجروا يطمنوا عليها، وبيكون اسمهم إميردا وألبرت. وبيستخدم ساتا سحره علشان يرجع الارض زي ما كانت ويصلحها من الدمار اللي كانت فيه. وبترجع إميردا وألبرت للعالم بتاعهم، لكن ساتا ما بيقدرش يرجع لانه خلص سحره على تصليح المدينه. وبيجي تاني يوم وبيجيبوا لوسيفر لابتوب علشان بيعرف يستعمله. وفي جزيره اياند بتقدم واحده تقرير ان اوربا اختفى، وان ايميليا وساتا لسه عايشين لكن في عالم تاني، وان إميردا وألبرت رجعوا وعرفوا منهم شويه معلومات، وهي عن قوة إيميليا وارتداد اللورد. وأول ما بيسمع الكاهن روبر الكلام ده بيدوخ وبيحتاج مية بسكر، وبيقول لها ارتداد الكاهن الأعلى دي فضيحة يا جدعان. وبقية الكهنة بيقولوا لها بطلي تقولي تقاريرك الشنيعة دي، الراجل هيروح مننا. وبيقول روبر إن الكلام ده هيعارض كلام الكنيسة لأن هم قالوا إن إيميليا ماتت. وبعدها بتسأله أنت هتقف تعمل إيه؟ هتقف تتفرج ولا هتقتل ألبرت وإيميليا؟ وبيسألها واحد من الكهنة انت هتختاري ايه؟ وبنرجع لساتا وشال وبيكونوا رجعوا البيت، واول ما بيشوفهم لوسيفر بيقول لهم انتوا اتأخرتوا ليه؟ انا جعان. بيرد عليه شال ويقول له مفيش سلام عليكم حتى؟ ساتا سايبك قاعد معانا هنا علشان طيبة قلبه بس، لكن ما تاخدش راحتك قوي كده. وبيكون ساتا جايب له اكل اصلا لكن ما بيعجبش لوسيفر، وبيقول له شال انت كلفتنا كتير وجايبين لك لابتوب وبتفتح نت، فاحترم نفسك شوية. وبيسأله ساتا انت بتعرف تستخدم اللابتوب ده فعلا؟ بيقول له لوسيفر ايوه طبعا تعال اما اوريك. وبعدها بنشوف ايميليا في الشغل واللي بتكون خلاص زهقت وجابت اخرها منه، وبتجي لها مكالمه وبيطلع لوسيفر هو اللي رن عليها. فبتقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا لها ان هم كانوا بيختبروا لوسيفر لو كان بيعرف يستخدم اللابتوب، وبيقفلوا في وشها تاني. وتاني يوم بيروح ساتا الشغل واللي بنعرف انه بقى مدير، لكن مدير بديل لحد ما التاني يرجع. وبتدخل ايميليا وبتقول له ان هي عايزه تتكلم معاه، وبيروحوا فعلا يتكلموا. وبتقول له ما تتهربش انت كنت عايز ايه فعلا لما رديت عليا امبارح؟ فبيقول لها ان لوسيفر هو اللي اتصل مش هو. فبتساله انتوا ازاي مخلينه يعيش معاكوا اصلا؟ فقال لها ان هم بيعملوا كده علشان أولبا اتقبض عليه، فهو مش هيقدر يخلي لوسيفر يخرج، وانه الاحسن ان هو يفضل معاهم في البيت. فبتستغرب ايميليا وتقول 3 اشخاص عايشين في الاوضه الصغيره دي؟ فبيعرفها ساتا ان ده مش مهم دلوقتي، وان هو مش هيعرف يرجع لإسلا حتى لو هو عايز كده. وبتغيظه ايميليا وبتقول له انا اقدر ارجع في اي وقت عادي. فبيقول لها ساتا طب ليه يا ستي ما رجعتيش وخلصتينا منك؟ فبتتعصب ايميليا وبتقول له انا البطله، وطالما انت هنا في اليابان لازم اكون موجوده هنا علشان اراقبك. وبيرجع ساتا للبيت وبيتفاجئ بلوسيفر وهو واقع على الارض، وبيلاقي ظرف جنبه، وقبل ما بيفتحه بيخرج شال من الحمام وبيكون باين عليه التعب. وبيحذر ساتا ان هو يفتح الظرف ده، وبنعرف بعدها ان الظرف ده فيه صورة لصاحبة البيت وهي في حمام السباحة. وبيستغرب ساتا ويسألهم ازاي حاجة زي دي تخوفكم كده، وبيسألهم لو هم عندهم معلومات عن اي مناطق للسحر. فبيعرفوا لوسيفر ان هو عرف ان في مناطق بيكون فيها السحر قوي جدا في العالم ده، وان في مدرسة قريبة فيها اصوات غريبة وضحك وفي صوت مشاهير رجل بالليل، وان ده بسبب الشياطين اكيد. وبيروح ساتا وشال للمدرسة فعلا، وبيستغرب لو في مكان فعلا ليه علاقة بالسحر. فبيرد عليه ساتا ويقول له انا مش قادر احس ان في اي حاجة من هنا، ولازم يدخلوا جوه ويشوفوا. وفي اللحظه دي بتناديله تشام من الفصل بتاعها، وبتطلع ان دي مدرستها، وبيطلب منها ساتا ان هم عايزين يروحوا غرفه الدروس المحرمه، وانه سمع انها من الالغاز الصعبه المعروفه في المدرسه. فبتعرفوا تشان ان الاوضه دي معروفه جدا، وان في ناس بتقول ان هم سمعوا اصوات غريبه فيها، وفي اللي شاف صور للشياطين معكوسه على الشباك. فبيقول لها ساتا ان ممكن تكون جزيره إسلا متورطه في الموضوع ده، وانه قرر يتحرى عن الموضوع ده بنفسه. وبتوافق تشان وتقول له سيب الموضوع ده عليا. وبيجي الليل ويروح للمدرسه ومعاهم شال، وبيسالوها عن مكان غرفه الدروس المحرمه دي. وبتعرفهم تشان ان ده مجرد اسم، ومن زمان حصلت حادثه وان في طالب اختفى في الغرفه دي، ومن ساعتها محدش بيستخدمها تاني. بيقول لها ساتا بما ان المكان ده مشهور بالالغاز انا عايز اعرف ايه هي الالغاز الباقيه.
فبتعرفوا تشان ان السلم الشمالي بيكون فيه صوت خطوات كتير سواء جاي من فوق او من تحت، وفي تمثال غريب بيمشي بالليل، والتمثال اللي منحوت في اوضه الفن بتطلع له جفون مضاعفه الساعه 3 الفجر. وكمان في قاموس في المكتبه الكلمه الوحيده اللي مكتوبه فيه بالاحمر هي كلمه لعنه، وفي بيانو في غرفه الموسيقى ساعات بيعزف لوحده. رد عليها تشان وبيقول لها دول 6، انا سمعت ان هم 7 الغاز. فبتقول له محدش يعرف اللغز السابع ده، لانك لو عرفته هيجيلك اتصال من الجحيم وساعتها هياخدوا روحك. فبيخاف ساتا وبيتعصب وبيقول ان ده كلام فاضي، ليه روحك هتتاخد على مجرد اكتشافات. وفي اللحظه دي بيرن عليه لوسيفر وحرفيا بيترعب ساتا، فبيرد عليه ويقول له هو ده وقتك يعني. وبيعرفوا لوسيفر ان غرفه الدروس المحرمه دي اتشكلت لما البوابه الزمنيه اتفتحت في الماضي، واحتمال قصه الولد اللي اختفى في الاوضه دي انه يكون اتسحب في البوابه اصلا، وانه ممكن لو راح لهناك تتفتح بوابه تانية وساعتها هيكون قادر ان هو يملك كل قوته المقدسه. وفي اللحظه دي بيسمعوا صوت خطوات قريبه منهم جدا، لكنها طلعت ايميليا لانها كانت بتراقب ساتا، وبيبداوا يجروا لما شافوها وفضلوا يجروا لحد ما مسكتهم. وكل ده بتكون البنت اللي قدمت التقارير واقفه بتراقبهم، وبيوصلوا كلهم لغرفه الدروس المحرمه وبتكون مفتوحه وبيكون باين ان في حد كان عايش فيها. وبيقول شال ان شكلها اوضه طبيعيه عادي، وممكن كل الكلام اللي بيتقال عليها ده اشاعه اصلا. وبيشوفوا جهاز العاب على الارض، وفي اللحظه دي لوسيفر بيرن عليه، فلوسيفر بيقول له بقول لك ايه، لو في جهاز العاب عندك ابقى هاته معاك بالله عليك. وبيتعصب عليه ساتا وبيقول له انت سبق وقلت ان المكان ده سهل يتفتح فيه بوابه زمنيه تانية، هل ده معناه ان ده ممكن يكون مركز هبوطك انت وقلبة لما جيتوا الارض؟ وبيأكد لوسيفر على كلامه وبيقول له هو انا ما قلتلكش قبل كده ولا ايه؟ فبيتعصب ساتا اكتر وبيعرفوا لوسيفر ان هو وقلبة كانوا عايشين هناك وان هو نسي لعبته مش اكتر. فبيقول له ساتا انت خليتنا نعمل كل ده علشانك؟ فبيقول له اكيد لا يا عم، انا مش تافه للدرجه دي. وبيقفل معاه ساتا وبياخدوا بعضهم ويمشوا على طول. وبيجي تاني يوم ويرجع ساتا للبيت وبيلاقي بنت غريبة مستنياه وبتقع من على السلم، لكنه بيلحقها وبتقول له استعد للقاء عدوك الأعظم.